مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. النهارده معانا طرمبة زيت عربية تويوتا 2 سي الجاز. هنعرف مع بعض ازاي الطرمبة بتاعتي بايظة. انا راجل معمر عربية ومكلف عربية الشيء الفلاني، ما ينفعش ان انا اركب طرمبة يكاد تكون بايظة. طب ايه اللي عرفك يا عم وفيق ان الطرمبة بايظة؟ تعال هنا نجرب هنا. بص يا باشا، الطرمبه مش معنى ان الطرمبه بايظه يبقى انا مستني الترسين دول يتكسر ولا يقف. لا، كل القصه حاجه بسيطه خالص. بص يا باشا، تحت هنا في حاجه اسمها ريجه كده، ريجت كده، عملت خطوط. الخطوط دي تهرب من تحتيها زيت. الطرمبه دي انا حليلها شغاله، مش بايظه، هي شغاله. بس لما انا احكم المكنه كلها احكام محترم، ما ينفعش ان انا اشغل عليها طرمبه فيها ريجه تهرب من تحت السبيكه او تحت الهلال دفعه زيت. انا عايز دفعه الزيت معايا تبقى قويه لدرجه انها تغري معايا عروسه التكيهات فوق اللي هو عمود الكامل. ادي الفرق، ادي الجديده اهي. بص الفرق، ده مريج وده سليم. ده مريج الخطوط اللي تحت، وده سليم الحوض اللي تحت. فانا حبيت اعمل فيديو عشان اعرفك ال ال الاتلاف فين بالظبط في اي مكان، عشان انت يمكن منتظر ان دي تكون مقطومه او واقفه في مكانها ما بتلفش. لا، هي شغاله وبتلف زي الفل، بس مشكلتها انها بتهرب زيت من تحت الريجه بتاعتها. لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل متابعين.